لسه مكملين مع بعض في وصفاتنا السهلة السريعة. هنعمل النهاردة مع بعض سندوتشات شاورما بالتومية، احلى كتير من بتاعة المطاعم ونفس الطعم بس بجودة احلى. والله سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص. لو سقعانة ومش قادرة تعملي حاجة، انا لما بكون سقعانة ومش قادرة ادخل المطبخ واقف كتير في المطبخ بعمل الاكلة دي، سهلة وسريعة ومبتاخدش وقت خالص، وبجد تحفة جدا وحلوة اوي كده في الشتاء، وبتعملي كمية كبيرة جدا. لو اشتريتهم من بره هيكون سعرهم عالي قوي، فبالكمية دي في البيت بتكون اوفر كتير. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا معايا صدور فراخ متقطعة صوابع كده وشرايح زي ما انتوا شايفين رفيعة. جبت صدور الفراخ غسلتها كويس ونقعتها في ملح وليمون وقطعتها صوابع بالطول تقطيعة الشاورما زي ما انتوا شايفين. معايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر ومرقة دجاج ومعلقة من التوم المفروم. هنزل بالتوابل بتاعتي كده على الفراخ زي ما انتوا شايفين. تتبيلة حلوة جدا وسهلة جدا، متاخدش وقت خالص يعني. ممكن نتبلها ونشتغل على طول. ممكن لو حابين ان انتوا تسيبوها شوية تسيبوها شوية، مفيش مشكلة. ممكن تبيتوها اي حاجة، بس لو هتبيتوها نقلل نسبة الملح شوية. انا حطيت التوابل بتاعتي على الفراخ اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزل بمعلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من الليمون، وهنزل بكوباية من الزبادي، كوباية صغيرة. الزبادي بتديها طراوة وبتديها حاجات، يعني بتديها طعم حلو جدا. هقلب بقى الزبادي كده مع التوابل زي ما انتوا شايفين. لازم اقلب كويس عشان اضمن ان كل الفراخ اتشربت معايا بالتتبيلة والزبادي. بس خلاص خلصت معايا بقى التتبيلة بتاعتي كده، خلاص خلصت الشاورما بتتبيلتها بكل حاجة. كده بقت جاهزة معايا، ممكن اسيبها شوية زي ما اتفقنا، ممكن اشتغل فيها على طول. نبدأ بقى نعمل في التومية. هجيب كوباية من المية وعليها ربع كوباية من النشا او 3 معالق من النشا، وهبدأ ان انا ادوبهم كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. احطهم بقى على النار واقلب كده باستمرار. لازم ايدي تكون موجودة فيها كده عشان ما تمسكش مني قوي. هقلب كده باستمرار لحد ما تبدأ ان هي تختم معايا او تتقل معايا. هطفي عليها النار على طول، متاخدش وقت خالص، اقل من دقيقتين. بدأت ان هي تتقل اهي. شايفين القوام كريمي وحلوة جدا. بس خلاص انا عايزة اوصل للنتيجة ديت. هطفي عليها بقى النار واسيبها ان هي تبرد شوية. اهي غليت اهي، طفيت عليها وسبتها بقى تبرد كده في طبق زي ما انتوا شايفين. هجيب الخلاط بقى بتاعي وهنزل ب3 معالق كبار من مايونيز وعليهم معلقة كبيرة من الثوم. الثوم لو انتوا بتحبوه كتير ممكن تزودوا وممكن تقللوا، براحتكم خالص. وهنزل بالزبادي. الزبادي ده اختياري، لو مش حابين تحطوا زبادي ممكن نستكفى بالمايونيز، بيديله برضو قوام حلو. بس انا حاطه الزبادي عشان يديله غناوه شويه، لكن انا ساعات كتير مش بستخدمه. واحط ربع كوبايه من الزيت بما يعادل 4 معالق زيت، واحط كوبايه من الحليب، واحط معلقه صغيره من الخل ومعلقه صغيره من الليمون. هضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي اللي هو خليط النشا عشان يديلي القوام دوت. هو قوامها حلو برضو، بس النشا بتظبط القوام زي ما انتوا شايفين. ولما تبرد خالص القوام بتاعها هيتقل شويه. كده خلاص خلصت التوميه بتاعتي بكل سهوله، ما خدتش معايا وقت خالص. هسيبها بقى على جنب وابدا ان انا اشتغل في الشاورما بتاعتي.
الشاورما اهي سبتها شوية على ما خلصت التومية، قطعت بقى طماطم مكعبات صغيرة بس اتخلصت من المية او السوائل بتاعتها، وقطعت بقدونس برضو الورق بتاع البقدونس بس مكعبات صغيرة، وبصل قطعته برضو رفيع جدا عشان انا مش حابة ان طعم الخضار يكون باين قوي في الساندوتش. جبت طاسة وسبتها لما سخنت جدا، وبدأت ان انا اوزع كده الشاورما فيها، وما اقلبهاش، انا هفردها كده في الطاسة وهسيبها ما اقلبهاش خالص عشان تبدأ ان هي تاخد لون وتتشوح، عشان لو قلبتها هتنزل مية، انا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها، انا عايزاها تتشوح كده وتبقى زي ايه، فيها زي تحميرة كده بسيطة بتديها طعم حلو جدا، اللي هي بتكون على السيخ بتاخد تحميرة كده. شايفين لونها بدأ يتغير اهوت، هبدأ ان انا اشوح فيها كويس كده. برضو ايدي لازم تكون فيها عشان ما تتلسعش مني، عشان دي فيها زبادي ممكن تتحرق، فانا بهدي النار شوية صغيرين وببدأ ان انا اشوح فيها كده، بس ما بهديش النار غير ما بعد ما بتاخد التشويحة الاولى عشان ما تنزلش المية بتاعتها. لو انا نزلت الشاورما وبعدين وطيت النار هتبدأ ان هي تنزل مية. هحط بقى معلقة من الصويا صوص، بتفرق في الطعم جدا وبتديها طعم حلو قوي. في المرحلة اللي هي بعد ما اشوحها كده وكلها تاخد لون، هبدأ انزل بمعلقة الصويا صوص. بعد كده هنزل بشرايح البصل بتاعتي، بص متقطعة رفيعة خالص، ممكن ابشرها بالمبشرة بتاعة البطاطس، اقطع البصلاية نصين وابشرها بالمبشرة بتاعة البطاطس. هنزل بقى بالطماطم، بعد ما ادي البصل تشويحة كده معاها هنزل بالطماطم. طبعا الطماطم مفيهاش اي سوائل خالص، بتخلصها من القلب بتاعها، ده اللحم بس بتاع الطماطم. وهسيبهم بقى يستووا مع بعض، واول ما الاقي ان الطماطم خلاص دبلت كده يبقى خلاص بدأت ان هي تستوي. شايفين الطماطم خلاص بدأت ان هي تدوب كده، اول ما احس ان هي خلاص استوت معايا الفراخ والطماطم والبصل، هنزل باخر حاجة خالص بالبقدونس، بيديله ريحة بيدي للشاورما ريحة وطعم تحفة بجد حلوة جدا. هدي البقدونس كده تقليبة او تشويحة كده، وبعد كده هطفي النار على طول، مش هسيبها كتير على النار. شايفين شكلها بقى حلوة قوي، والكمية كمان حلوة جدا، وشكلها ولونها وريحتها بجد حلو جدا. التتبيله اللي تبلناها في الاول مديها طعم تحفه. هاجي بقى ابدا اجهز السندوتشات بتاعتي، هبدا افتح الكايزر كده زي ما انتوا شايفين، واحط طبقه من التوميه، طبقه حلوه كده بجد. كل ما بتكون التوميه كتير بتديها طعم حلو قوي، وخصوصا التوميه كريمي كده وطعمها حلو قوي، كريمي وغنية كده باللبن والزبادي وكده، فطعمها كريمي جدا. واحط بقى معاهم كده الشاورما، شكله طبعا يغني عنه، يعني شكله باين هو بيقول ايه، تحفة جدا وطعمه حلو قوي وسهلة خالص. شايفين ما خدتش وقت خالص وسهلة جدا جدا جدا، بجد هتعجبكم، جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها بالطريقه ديت، وهتبطلوا تجيبوها من بره لانها انضف كتير من بره واوفر كمان، وخصوصا اللي احنا عارفين احنا عاملينها ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس.